في حياة يزداد فيها ضجيج الأصوات وتكثر فيها الجدالات وتتزاحم الكلمات على أطراف الألسنة، يبقى الصمت نعمة لا يقدرها إلا من تذوق مرارة الكلام في غير موضعه، وذاق ألم التبرير لمن لا يفهم، وعايش وجع البوح في زمن صار فيه الصدق جريمة والصراحة تهمة. كم أتمنى، بل أدعو الله في صمت، أن يلهمني السكوت حين تشتد حاجتي للكلام، أن يمنحني القدرة على كبح اللسان حين تشتعل بداخلي الرغبة في الشكوى أو الدفاع أو حتى مجرد التوضيح، لأنني أدرك أن الحديث وقت الغضب غالبا ما يكون سيفا ذا حدين، وأن البوح في لحظات الانكسار يظهر ضعفا لا يستحقه من أمامنا. السكوت ليس دائما عجزا، بل في أحيان كثيرة هو قمة القوة، هو إعلان داخلي أنني أملك نفسي وأتحكم في ردات فعلي، ولا أسمح لأي أحد بأن يجرني إلى ساحة لا تشبهني. السكوت موقف، والسكوت حكمة، والسكوت قبل كل شيء نعمة من الله يلهمها لمن علم قدرها. إن حاجتنا للحديث في بعض المواقف لا تعني بالضرورة أن الكلام هو الطريق الوحيد للتنفيس أو للتوضيح، فكم من كلمة قيلت فاندمنا عليها، وكم من شرح قدمناه فزاد الطين بلة، وكم من دمعة حاولنا حبسها بالكلام فلم يزدنا ذلك إلا ضعفا وانكسارا. الصمت في وجه من يسيء فهمك ليس ضعفا، بل هو رسالة. أنا أكبر من هذا الظن وأسمى من أن أشرح نفسي مرارا وتكرارا. الصمت أمام من يشكك في نواياك هو إعلان ثقة، يعلم الله ما في قلبي وما عداه لا يهم. الصمت في مواقف الغدر والخيانة هو شموخ. لن أنزل لمستوى لا يليق بي، ولن أشرح لمن باع كيف كانت محبتي. لقد تعبت الأرواح من الشرح، وتعبت القلوب من التبرير، وتعب العقل من محاولة الفهم. ولذلك حين يلهمك الله الصمت فهو ينقذك من معركة خاسرة، يبعدك عن انفعال قد يجرك إلى الندم، ويمنحك مساحة للتأمل والسكينة. إن من أعظم نعم الله على العبد أن يلهمه متى يتكلم ومتى يسكت، فالكلام حكمة والسكوت حكمة، والفرق بين الحكيمين لحظة إلهام من الله. كم من نزاع تفاقم بسبب كلمة، وكم من علاقة انقطعت بسبب جملة، وكم من قلب جرح من مجرد حرف. الناس لا يسمعون دائما ليفهموا، بل يسارعوا بالرد، ولا يتقبلون دوما الحقيقة، بل يتعلقون بما يرضي هواهم. فلماذا إذا نرهق أنفسنا بالتوضيح لمن لا يريد أن يفهم أو لا يبحث عن الحقيقة؟ لماذا نضيع طاقتنا بالكلام مع من أغلق قلبه وآذانه واكتفى بأحكامه المسبقة؟ إنك حين تسكت تنقذ نفسك من جدال لا طائل منه، ومن جرح قد يخلفه كلامك في غير محله. وحين تسكت فإنك تخاطب السماء بصمتك، كأنك تقول: يا رب أنت تعلم ما في قلبي، فاكفني شر البوح وامنحني سكينة السكوت. إنني أطلب من الله إلهاما، لا فقط صمتا، بل صمتا حكيما، صمتا يغنيني عن 1000 كلمة، صمتا يشبه رضا القلب لا قهر اللسان، صمتا لا يشبه الكتمان المؤلم، بل يشبه السكون الذي يأتي بعد عاصفة، يشبه السلام الذي يعقب الحرب. الصمت في كثير من المواقف هو نضج، هو علامة على أنك تجاوزت مرحلة الجدل، وأنك لم تعد تبحث عن إثبات ذاتك بالكلام، بل بتصرفاتك. هو دليل أنك تدرك أن الرد في بعض الأحيان هو مجرد سقوط لا يستحقك، وأن الارتفاع لا يكون إلا بالسكوت. وليس كل ساكت حكيم، ولكن كل حكيم يعرف متى يسكت. فمن تعلم الصمت امتلك نصف راحته النفسية، ومن ألهمه الله السكوت وقت الحاجة للكلام فقد رزق رزقا عظيما. اللهم حين تشتد بي الحاجة للحديث ألهمني السكوت، وحين تعصف بي المشاعر اربط على قلبي بالصبر، وحين أشتاق للبوح علمني أن أشكو إليك وحدك. اللهم لا تجعلني أسيء لنفسي بكلمة، ولا أضعف أمام الناس بشرح، ولا أندم على حديث تمنيت لو أني سكت عنه. ففي السكوت كرامة، وفي السكوت قوة، وفي السكوت طمأنينة لا يمنحها إلا الله لمن أحبه.